يا على زمان وأيام زمان، أيام جد وتيتا لما كان البيت مملكة والست ملكة متوجة فيها. حياتها كلها هي ولادها وبيتها وجوزها. ده كان طموح ورسالة حياة مفيش أهم منها. كانت هي اللي بتبني أجيال وبتحافظ على لمة العيلة، على الدفء اللي كان مالي بيوت. بس ليه الدنيا اتغيرت دلوقتي كتير عن زمان؟ الست دلوقتي بقت بتخرج وبتشتغل وبتعمل فلوس ومسؤولة عن مصاريف البيت، مش بس إدارتها، وكمان بتحقق طموحات وتبني مستقبل مهني. بس يا ترى النجاحات دي كانت على حساب إيه؟ وإزاي أثر ده على أولوياتها اللي أولها الأمومة؟ وهو ده اللي هنتكلم فيه النهارده. أهلا، أنا يوري فريد. لحد الأربعينات الدنيا كانت ماشية بشكل مختلف عن اللي احنا بنشوفه عادي دلوقتي. الراجل كان بيشتغل بره البيت، يتعب هو بره وهي شايلة البيت كله على كتافها، تربي ولادها، تهتم بيهم، بتدير كل حاجة. هي العمود الفقري في البيت، معروف مين ليه ايه وعليه ايه، والدنيا كانت ماشية زي الفل. في كتابها ال 12 سنة 1999 بعنوان Mother Nature، دكتورة سارة هاردي قالت إن الأمومة سلوك متغير ومش ثابت، وبيعتمد على الظروف البيئية والاجتماعية والاقتصادية. يعني غريزة الأمومة مش لازم تكون موجودة عند كل الستات زي ما الناس فاكرة، وده بيوضح إن دور الست ما هوش حاجة ثابتة في المجتمع، بيتغير بتغيير الظروف والزمن. زمان كان في ميزة جامدة، وجود العيلة. الست ما كانتش لوحدها، عيلتها حواليها، الجدة والعمة والخالة، وكلهم كانوا بيشاركوا في تربية الأطفال. كان في دفء وحنان في البيوت، بجد كانت أيام حلوة. كانت مسؤوليات كبيرة على الأم، كان في نوع من الدعم النفسي والاجتماعي متاح للأمهات طول الوقت وببلاش. بس بعد كده الدنيا ولعت، الحرب العالمية التانية جت وغيرت كل حاجة معاها. الرجالة نزلوا يحاربوا والستات اضطروا ان هم ينزلوا اماكنهم في المصانع وفي المزارع، في اي مكان فيه شغل، وكمان اثبتوا نفسهم وان شغلهم ما يقلش اي قيمة عن شغل الرجال. بس بعد الحرب المجتمع كان متوقع ان الستات ترجع للبيت تاني، بقى شغل بلا وجع دماغ بقى. لكن ده ما حصلش، لان الستات اكتشفت طموحاتها وانها تقدر تعمل حاجة لنفسها ولمجتمعها. ومن هنا التغيير الحقيقي بدأ. قبل الحرب العالمية التانية يا فندم، وفي العشرينات تقريبا، كانت نسبة الستات اللي بتشتغل 20%. بس بعد الحرب النسبة دي اتغيرت تماما، اتضربت في 2 ووصلت ل 40%. ده بيورينا الحرب دي قد ايه غيرت شكل المجتمع ودور الستات. سنة 1913 فريد وولف اخترع أول ثلاجة كهرباء. بس لحد الأربعينات وبعد الحرب العالمية الثانية ما كانش الطبيعي إن احنا نلاقي في كل بيت ولا ثلاجة ولا أجهزة كهربائية. بداية انتشار الأجهزة الكهربائية كان بعد الحرب العالمية الثانية. جامعة هارفارد عملت دراسة ولقت إن الأجهزة المنزلية وفرت للستات 60% من وقتهم بالنسبة للستات اللي كانوا عايشين في القرن ال19 وما شافوش وما سمعوش عن ثلاجة ولا غسالة. وجود ثلاجة وغسالة بالكهرباء غيرت أولويات الست. قبلها كانت بتقضي حياتها في المطبخ، لكن التطور السريع خلى وجودها في عالم الشغل أسهل. وفي الخمسينيات نسبة الستات اللي بتشتغل في المدن الصناعية زادت بنسبة 35% بسبب إن في مواصلات. قبلها كان الخروج من البيت بيحتاج خطة، مفيش مواصلات ولا سريعة ولا مريحة. وبعد التطور وجود مواصلات زي القطر والأتوبيس، مش بس العربية، سهل وجود الست في مجتمع الشغل كمان. في تقرير National Institute of Child Health and Human Development قال إن الأطفال اللي بيبعدوا عن أهلهم أكتر من 10 ساعات بيعانوا من قلق ومشاكل سلوكية، عكس زمان لما كانت الأطفال بتتربى في وسط العيلة. لما الأم بدأت تشتغل ساعات طويلة بدأت تظهر مشاكل، وبقت الحضانات والنانيز هي الحل. جامعة هارفارد بقى عملت دراسة ولقت فيها إن نسبة كبيرة من الأمهات اللي بتشتغل بيحسوا بالذنب إن هم مش بيقضوا وقت كفاية مع أولادهم، وده بيخلي الأطفال يحسوا بفراغ عاطفي. وده مش بعيد عن مجتمعنا في مصر. الأمهات عندهم نفس الخوف مع ضغط الحياة والشغل، ضغط ربنا يكون في عونهم عليه. في كتابها اللي 12 سنة 1989 بعنوان The Second Shift، دكتورة أرلي هوكتشايلد قالت واتكلمت عن الستات اللي بيشتغلوا شيفتين، شيفت بره البيت وشيفت جوه البيت. وقالت إن ده بيسبب الأم بيرن اوت، يعني إرهاق نفسي. الإرهاق ده بيخلي الست تفقد طاقتها وتركيزها في نفس الوقت اللي المجتمع بيطلب منها فيه تبقى أم مثالية وموظفة ناجحة، وده بيعيشهم عندهم إحساس بالذنب طول الوقت. في كتابه اللي 12 سنة 1905 بعنوان 3 Essays on the Theory of Sexuality، فرويد قال إن الرغبة في الإنجاب مش مجرد دافع بيولوجي، وإن ليها جذور نفسية معقدة. ولما زاد دور الست في سوق العمل الدوافع اتغيرت ومعاها الأولويات زي التعليم وتحقيق الذات.
فبقت الخلفة بتيجي في المرتبة الثانية أو الثالثة. الورلد بانك بقى بيقول إن معدلات الإنجاب لحد الستينات كانت 5 أطفال بالنسبة لكل أم، بس نزلوا ل 2.4 طفل سنة 2020. وفي مصر كانت الست لحد السبعينيات بتخلف 5 أطفال، ده كان المعدل الطبيعي عندنا. لكن دلوقتي الرقم في مصر قل ل3 بس. وفي دراسة عملتها لندن سكول اوف ايكونومكس قالت إن الأطفال اللي بيتربوا في وسط عيلة بيكونوا أكتر استقرار نفسي وعاطفي من اللي بيعتمدوا على رعاية خارجية. وعلشان كده الإحصائيات بتقول إن في القرن ال19 كان معدل الإنجاب عند الستات مش أقل من 5 ل 6 أطفال. لما كان نظام العيلة هو اللي ماشي، تيتا وخالتي كانوا بيساعدوا في تربية الأطفال، ودلوقتي ده اتغير ومش لازم العيلة تكون موجودة، مع إن ده كان بيدي للأمهات دعم كبير وبيخفف الضغط من عليهم. بقينا بنعتمد على الأسرة الصغيرة اللي هي الأم والأب وبس. يعني من الآخر البيت بقى مسؤولية الأم من بابه. يعني لمة العيلة فعلا ليها فوائد كتير مش مجرد كلام. جامعة ستانفورد عملت دراسة سنة 22 وقالت إن الأسر بقت بتقضي مع بعضها وقت أقل بنسبة 40% عن الأسر في الستينات. يعني أكيد في فجوة حصلت. وفي مصر بقى نسبة الطلاق زادت من 7% في الثمانينات ل 25% سنة 21، وفي إحصاءات بتقول إن النسبة أكبر من كده كمان. هي تكون مضغوطة ومفيش دعم من أسرة يساعدوها ولا من المجتمع، فالضغط والتوتر في البيت يزيدوا، وده ممكن يوصل للانفصال، ربنا ما يجيب مشاكل. وفي تقرير للورلد بانك بيقول ان المجتمعات اللي بتعاني من قله الانجاب بتواجه بعد كده نقص في العماله، وده بيهدد الاقتصاد على المدى الطويل. يعني مع انخفاض معدلات الانجاب وتاخير سن الجواز، المجتمعات بتبدا تعاني من مشاكل اقتصاديه جديده. طلع في تاثير اقتصادي كمان، بس ملناش دعوه، انا مش مخبر اقتصاد. اليابان بيعانوا من المشكلة دي دلوقتي. الحكومة بتشجع الهجرة لليابان وكمان بتدعم الأسر ماديا. ليه؟ علشان معدل الخلفة في اليابان نزل ل1.3 طفل لكل ست. بس عندنا هنا في مصر الوضع لسه مش خطير. بس يا ترى ايه اللي ممكن يحصل في المستقبل لو معدلات الإنجاب فضلت تقل بنفس الطريقة؟ طيب ونرجع التوازن ده تاني ازاي؟ إن الست تبقى ناجحة في شغلها وكمان تبقى أم ناجحة. في حلول بس المهم تتنفذ. عقبالك كده لما تبقى هناك. السويد دي مثل ممكن نضربه دلوقتي. السويد بتدي للأم أجازة مدفوعة 16 شهر، والأب كمان بياخد أجازة أبوة، والنتيجة أسرة مستقرة وأم أقل عرضة للاكتئاب. ده نموذج كويس ممكن نعمل بيه. وممكن كمان قوانين تسهل على الستات الشغل بساعات مرنة أو من البيت زي ما بعض الدول عملت. ممكن كمان وجود حضانات في الشغل فتركز في اللي وراها في وقته، والمجتمع يخف على الست في إنها تكون دايما مثالية في كل حاجة. ننفض لفكرة السوبر ماما دي، هي كده كده سوبر. الأب كمان ليه دور مهم. معلش يا أحمد استحملني، بس مهم ان انت تشارك في تربية الاطفال وكمان في البيت، مش مجرد مساعدة وخلاص. لازم تكون في مساعدة حقيقية، يا تتصرف انت بقى. وكده كده دور الاب والام الاتنين بنفس الاهمية، كل واحد فيهم عليه واجبات مش محتاجة دراسة عشان نعرفها دي. وفي حاجة كمان، ورش عمل توعية للاهالي عن اهمية التوازن بين الحياة العملية والأسرية وسط كل الضغوط اللي احنا فيها وبتزيد، علشان كمان الأطفال تتعلم المشاركة. التقدم اللي حققته الست عظيم، لكن كتير مننا شافوا أمهات ناجحات بيعانوا في إن هم يوفقوا بين شغلهم وتربية أولادهم، وده بيخلينا نفكر في شكل العيلة القديمة اللي كانت فيها الأم متفرغة بس للبيت. مش لازم الأم تختار بين بيتها وشغلها. انت قولي من وجهة نظرك ايه الحل اللي ممكن يحقق التوازن ده؟ شاركونا في الكومنتات بافكاركم عن قصص نجاح لامهات ووصلوا ليها ازاي. ما تنسوش اللايك والشير، ولو على يوتيوب يا ريت تعملوا سبسكرايب. هو ايه هو النجاح اصلا؟ شكرا ليك.